ربما في طلعت أظن تنظيم، أنا ما أول مرة أسمع فيه، اللي هو في ألمانيا. اللي في ألمانيا. أما كون عبد العزيز الغيامة أو غيره من يكتب فهو عبارة عن راوي ينقل ما يرى، ينقل ما يسمع، وهذا خطأ. هذا خطأ. أنا ما أدري هاللجنة اللي طلعت هالكلام الغير صحيح، الإحصائيات هي حتى الاتحاد الدولي ما اعترف فيها، ما اعترف فيها، غير معترف فيها، لكن يعني مبالغ فيها، مبالغ يعني شلون تصنيف؟ مو بعارفه شلون تصنيف يعني هذا التصنيف الغريب يعني جدا، يعني حتى هذا ما هو معترف فيه الاتحاد الدولي حتى يوم جبلاتها. فأنا أعتقد أن عملية التقييم عملية غير منطقية، وأنا ضدها تماما، ولن نعترف بحقيقة فيها بأي حال. نجي على موضوع وهي سمو الأمير، الدليل يا سمو الأمير أن كل سنة هم يعدلون هذه المعايير، يعني ما اتفقوا على معايير ثابتة وواضحة، وهذا كل خطأ. سنة هم يغيرون معاييرهم، وهذا خطأ فعلا هذه يحسب عليهم، يعني يحسب عليهم تماما، لأنه أنت لما تحط لك نظام معين نعم أنك تمشي عليه ثابت وواضح للجميع. نعم. يعني فهذا مع الأسف أنه في هالناحية الحقيقة غير منطقي وغير سليم. مثل تقول لما نرد عليهم إن شاء الله في نبي نرد عليهم رد رسمي، لأن هذه ما هي معترف فيها، وهذه الحقيقة عبارة عن تهيؤات تحدث بغير منطق، يعني بغير منطق وبغير فإن شاء الله أنه راح إن شاء الله يكون رد عليهم رد علمي، لأن دائما هم بالردود العلمية. وأعتقد أنه كتابنا ولا كتاب الإخوان في دول الخليج أنه لا يتأثرون بما يسمعون، إنما يستطيع الإنسان أن يقيمه بمنطق. بس نأكد مرة ثانية أخوي صالح أن هذا التقييم مش خارج من الاتحاد الدولي، هذا من مكتب خاص في أو مركز إحصاء في ألمانيا وليس تابع للاتحاد. وهذا غير، يعني أنا أعتقد أن إحصاءات ما فيه من نوع من المنطق. يعني طبعا عمرك واحد بس يكتب على كيفه ويطرش هذا ممكن هنا صراحة والله يعني يرسلها. تشوف أشياء يعني تعجبه والله، يعني في دول مثل ما تقول ما ندري نذكرها ما في ولا مبرر ولا جمهور ولا شيء، وين واحد محطوطة والله تعجب والله شنو يعني كيف انها التحليل، كيف انها المنطق يصير. فان شاء الله راح نرد عليهم بشكل جيد. هو عموما ابلغ رد كان لهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم لما قال ان هذا المكتب مش للاتحاد الدولي وغير معترف فيه بالنسبه لنا احنا، فهو تصور ان ابلغ رد حتى بالنسبه لنا احنا كنا طبعا يعني اللي يشوفهم هذه بعد اللي يكتب هذه يقول بس خلص، يعني يقول هذه غير اي والله انا رايي اللي في المانيا لو ندعوه دول من التعاون الخليجي يدور علينا كلنا مع كاميرا ويصور عدد فأنا أعتقد هذا ربما أنه يكون فيه نتيجة أفضل.